عرض سمر اسلام هو اكبر عرض في الصيف، هو تاني اكبر عرض في السنه بعد ريسل مانيا على طول، واكيد حصل فيه مباريات كويسه ومباريات وحشه، واكيد حصل فيه برضه مباريات عظيمه، لكن في بعض المباريات حصلت مباريات مش طبيعيه، مباراه خلت المنافسه على ان حد يعمل مباراه زيها او مباراه جامده جدا زي ديت هي حاجه صعبه جدا بسبب الاداء الجامد اللي كانوا بيقدموه والقصه بتاعت المباراه والقصه بتاعت العداوه نفسها اساسا. فتعالوا بينا نشوف المباريات التوب 10 الاحسن في تاريخ سمر اسلام. Welcome to SummerSlam! قبل ما نبدا الفيديو عاوز اقول لكم ان ده الترتيب الشخصي للمباراه دي، وطبعا ترتيبنا ممكن يختلف مباراه للتانيه، او ممكن في مباراه تكون عاجباك وهي مش موجوده في الفيديو بتاع النهارده، فده طبيعي جدا لان كل واحد ليه راي وكل واحد ليه دماغ بيمشي بيها. فما تنساش اللايك والسبسكرايب، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، ويلا بينا نخش على الفيديو. خلينا نبتدي بمباراة بروك ليزنر وسيس رولينز في 2019 سمر سلام. عداوة احلى ما فيها هي المباراة دي، لأن العداوة كانت وحشة جدا. سيس رولينز فاز بالغش في المباراة بتاعت ريسل مانيا 35، وبروك ليزنر فاز بالشنطة وقعد يرقص بيها، ويعني قلل من قيمتها وقلل من قيمته هو يعني شخصيا يعني شوية، مش زي بروك ليزنر اللي كنا متعودين عليه، وصرفها على سيس رولينز. وبعدها اتحدد مباراة سمر سلام ضد مصارع من ملوك الأداء، ورغم قوة بروك ليزنر لكن سيس رولينز قدم أداء جبار في المباراة دي، وقدر إنه يقهر الوحش بروك ليزنر وياخد منه اللقب، وقدموا مباراة عظيمة جدا. مباراة كانت جامدة جدا، والمباراة دي من أحسن مباراة سمر سلام في التاريخ بالنسبة لي. مباراة كانت تاريخية جدا وجامدة جدا في الأداء بتاعها. أي نعم القصة ما كانتش أحسن حاجة، لكن المباراة دي هي اللي كانت فيصل العداوة كلها، وكانت نظرة النور في العداوة دي نفسها، فعشان كده تستاهل تكون في رقم 10 معانا. بعد كده عندنا مباراة سي ام بانك وجون سينا في 2011 بعد مباراة ماني ان ذا بانك العظيمة، وفوز بانك ورحل بعدها باللقب الاتحاد ومشي من الاتحاد. عملوا لقب جديد واللي فاز بيه جون سينا وكان كاسبه من ريمستيري، وفي لحظة صدمة رجع بانك مرة تانية باللقب عشان الاتحاد يكون فيه بطلين، عشان يتم تحديد مباراة ما بين جون سينا وسي ام بانك على مين هو البطل الحقيقي. وكانت حاجة خرافية جدا في الوقت ده، وتم اختيار تريبل اتش كحكم خاص، وشفنا مباراة تاريخية ما بين الاثنين لحد ما بانك قدر انه يثبت جون سينا، ولكن سينا استخدم الحبل، حط رجله على الحبل، لكن تريبل اتش ما خدش باله من ده وعد 1 و2 و3، وسين بانك كسب فعلا المباراة وخد اللقب. وسينا قاعد اللي هو يتكلم مع تريبل اتش اللي هو انا حط رجلي على الحبل، انت ازاي ما شفتش ده؟ انت المفروض تكون مركز في كل حاجة. لكن اللي حصل وفعلا سي ام بانك كسب المباراة، وبانك بقى البطل الحقيقي. لكن مؤامرة ماكمان ما انتهتش لحد كده، عشان هو رجع كيفن ناش عشان يهاجم بانك، ودخل البرتو دريو اللي هو كان بطل الشنطة وقتها، وطلع وصرف الشنطة وخد اللقب عشان تنجح مؤامرة ماكمان على سي ام بانك. مباراة كانت من احلى المباريات اللي شفتها بصراحة في تاريخ سمر سلام. برضه مباراة كانت جميلة جدا. اي نعم الاداء فيها ما كانش اللي هو الحاجة التوب يعني، عشان كده هي موجودة في رقم 9 معاه، لكنها طبعا بسيناريو المباراة وقصة العداوة والكلام ده كله تستاهل تكون رقم 9 معانا في فيديو النهارده. بعد كده عندنا مباراة بروك ليزنر ضد رومان رينز 2022. المباراة دي بقى حكاية لوحدها، اللي يتعدى عليه 10 وهو نايم يخسر، وكانت مباراة بدون قوانين. بعيدا عن العداوة نفسها، الماتش ده بدأ ببروك ليزنر وهو داخل بالونش كده، ورياكشن رومان رينز جامد جدا، وبداية المباراة ببروك ليزنر وهو بينط من فوق الونش على رومان رينز، وطول المباراة كان في تكسير وتدمير من ريحة الوحش بروك ليزنر لرومان رينز. وفي نعمة كان رومان رينز بيتضرب في المباراة، كانت المباراة جامدة جدا ومن نوع خاص. بروك ليزنر دمر رومان رينز حرفيا بكل الطرق الممكنة والغير ممكنة كمان، وفي نص المباراة قلب الحلبة كلها بالونش وولعت المباراة اكتر واكتر. وفي اخر المباراة بدأ واحدة واحدة رومان رينز بدأ يرجع في المباراة، وبدأ يعمل كل الحركات اللي متعودين عليها منه. وسيطرة رومان في المباراة كانت الى حد ما كويسة، وحاول يدمر بروك ليزنر بكل الطرق الممكنة، بس بروك ليزنر كان دايما بيفضل مستحمل وبيقف على رجله في اخر لحظة. وفي الاخر دخل الاوسوس، جيمي اوسو وجي اوسو ورومان رينز، وخلاص عملوا كل حاجة عشان يدفنوه، لكن بروك ليزنر كان بيقاوم برضه، لكن
لكن برضه يعني كل دول عليه، يعني هو الراجل لوحده. وحاولوا ان هم يدفنوه حي حرفيا. رومان رينز قال لهم خلاص ارموا عليه كل حاجه موجوده في القاعه هنا، لو هان عليكم انك ترموا الجمهور فارموه خلاص. وفعلا حرفيا ما لقوش حل تاني يعملوه عشان يدمروا الوحش. وفعلا رومان رينز كسب بعد ما حط عليه الترابيزه وكل حاجه، وقف عليه هو شخصيا عشان يقول ان خلاص هو البطل الاتحاد الحقيقي دلوقتي وانه دمر الوحش. بصراحه المباراه دي كانت عظيمه بجد، وتستاهل تكون في فيديو النهارده، وتستاهل تكون رقم 8. مباراة جونتر وديميان بريست في 2024، والقصة الكويسة جدا اللي حصلت وقتها، والعداوة الكويسة جدا وكويسة جامد جدا كمان. كانت بداية دفعة جونتر عشان يكون وجه الشركة، وبعدها ما فاز بلقب ملك الحلبة اتحدى بطل العالم ديميان بريست، والسيجمنت ما بينهم كانت عظيمة بجد وكانت حلوة. عشان كمان الماتش في سمر سلام يكون خرافي، يكون خرافي من حيث الأداء والتناغم، ولحظة انقلاب فين بالور على ديميان بريست كانت لحظة حلوة جدا، وكانت لحظة صدمة لمعظم الجماهير، وكانت من احلى اللحظات اللي حصلت في سمر سلام. اي نعم الكل كان متوقعها، لكن هي كان لحظة نفسها كانت لحظة عظيمة، والصدمة اللي حصلت فيها اصلا. وفي النهاية قدمت لنا بطل يعني مش عاجبني بصراحة، بس هو كان بطل كويس وبطل جديد، وهو الجنرال جونتر. بصراحة المباراة دي من اجمد المباريات اللي احنا شفناها، وكمان هي مش بعيدة، ده قريبة اصلا، وتستاهل تكون في فيديو النهاردة، وتستاهل تكون رقم 7 معانا في الفيديو، لانها من احلى القصص والاداء اللي حصل في تاريخ سمر سلام. في سمر سلام 1997 حصلت واحدة من أخطر اللحظات في تاريخ الدبليو دبليو إي، مباراة ستون كولد ستيف أوستن ضد أوين هارت على لقب الانتر كونتيننتال. الاتنين دخلوا الحلبة والعداوة ما بينهم كانت مشتعلة، بس اللي حصل كان كارثة حرفيا. أوين هارت حاول إنه ينفذ حركة بيلي درايف لكن غلط، راس ستون كولد ستيف أوستن اتخبطت في الأرض مباشر، واتصاب إصابة خطيرة في الراب. رغم الإصابة ستون كولد زحف على الأرض وثبت اوينز بالعافيه وكسب اللقب، لكن الثمن كان غالي جدا. الاصابه دي كان ممكن تنهي مسيره ستون كولد للابد. دي مش بس كانت مباراه، دي كانت لحظه غيرت تاريخ المصارعه بالكامل، وستون كولد خرج من الجحيم وبقى اسطوره. والمباراه نفسها كانت عظيمه، كانت ملهاش حل حرفيا، لكن هي الخطأ الوحيد ده اللي حصل هو اللي خلى المباراه ليها طعم تاني، بان ستون كولد ما بيهموش، يعني هو ده راجل اصلا عبيط، ده بيشرب بيره تلاقيه كان سكران في المباراة اساسا يعني، فهو عاشق للمجال، وقدم لنا واحدة من احسن مباراة سمر سلام في التاريخ. مباراة الاداء فيها ودموية وكل حاجة كانت عظيمة، كانوا مقدمين لنا حاجة جامدة جدا، عشان كده تستاهل تكون المباراة دي رقم 6 معانا في فيديو النهارده. جون سينا وسيس رولينز في 2015. اظن يكفي ان اقول لكم ان دول الاثنين دول من احسن المؤدين في تاريخ الحلبة، بس هكمل برضه. جون سينا في المباراة دي مفيش حركة ما عملهاش، وسيس رولينز كان بيطير حرفيا في الماتش، وجون سينا عمل كل حاجة عشان يكسب المباراة، حرفيا ما كانش ناقص حاجة يعملها عشان يكسب، بس سيس رولينز كان كل مرة بيفاجئنا ويفك العدة او الاستسلام. وفي نهاية المباراة الجامدة جدا دي الاثنين كانوا واقعين على الارض وكانوا متأثرين جدا من الضرب والكلام ده، ودخل في المباراة ممثل اسمه جون ستيوارت، وكان معاه كرسي، وكان متردد جدا يضرب مين، لكنه ضرب جون سينا في الاخر، واستغل ده سيس رولينز وعمل حركة بيدجري وفاز على سينا. ولما اتسأل بعدها الممثل ده عمل كده ليه، قال انه ما كانش عاوز ان جون سينا يعادل رقم ريك فلير، وفاز سيس رولينز باللقبين، ودي كانت اول مرة مصارع يشيل لقبين مع بعض، فالفكرة نفسها كانت جامدة ومحمسة للماتش بطريقة جامدة وعظيمة. عشان كده الماتش ده يستاهل يكون معانا في قائمة النهارده. الريد ار سوبر ستار ايدج ضد ذا ديد مان ذا اندرتيكر في سمر سلام 2008. من افضل المباريات اللي لعبها الاندرتيكر وايدج في تاريخهم، حرفيا مباراه كانت جامده جدا، وبالنسبه لي هي من التوب 5 اكيد. السبير الخرافيه والشوك سلام الاسطوري هي اقل حاجه عظيمه في الماتش ده. الدمويه اللي حصلت في الماتش ده كانت جامده جدا، حصل ما بينهم تناغم عظيم جدا في المباراه واداء تاريخي، والاندرتيكر اصلا تقريبا هو من احسن الناس اللي بيأدوا اداء جوه الهنا نسيل، فما بالك الماتش بقى هيكون ازاي، بالذات ان ايدج من احسن المؤدين على الحلبة في التاريخ، والاندرتيكر هو اكتر حد بيدي للمجال من كل اللي عنده، فاكيد هيطلع الماتش بالعظمه دي.
المباراة كانت كلها دموية وكراسي وكسر عظام وكل حاجة، وعظمة انتهت بفوز ذا ديد مان ذا اندرتيكر. حقيقي من احلى المباريات اللي هتشوفها في عرض سمر سلام. مباراة هنا سل تاريخية بكل معنى الكلمة. انصحك طبعا انك تنزل تشوفها وتدور عليها في اليوتيوب، هي مباراة جامدة جدا بصراحة. بقى نخش على مباراة هانتر ضد صديقه تريبل اتش ضد شون مايكلز في 2002. كان يوم ما يتنسيش، يوم رجعت الاسطورة، يوم ما شون مايكلز رجع بعد غياب 4 سنين في ماتش من نار ضد اعز اصحابه اللي غدر بيه تريبل اتش. الماتش ده ما كانش عادي، الماتش ده كان ستريت فايت، يعني مفيش قوانين مفيش قواعد، كل حاجة مباح. شون مايكلز دخل الحلبة وهو لابس بنطلون جينز، راجع بحماس، راجع يثبت انه لسه هو الواد الجامد. ومن اول ثانية كل حاجة كانت عنف، كراسي بتتكسر، طاولات بتتهد، والناس واقفة على رجليها مش مصدقة العظمة من الاداء واللي بيحصل ده من راجل لسه راجع من اصابة في ظهره، من اخطر الاصابات اللي هتحصل في التاريخ اصلا. وتريبل اتش كان عنيف جدا، تحس ما كانش خايف على صاحبه اللي هو من اعز اصحابه، ضربات على الظهر، وتريبل اتش كان بيستهدف الاصابة القديمة. بس شون مايكلز كان عنده حتة الانتقام، كان عنده قلب ان هو لازم ينتقم. نطات من فوق الزاوية جامدة جدا، وسوبر كيك جامدة جدا من شون مايكلز، نط من جوه السلم ومن فوق السلم عشان شون مايكلز يقلبها حرب بجد. وفي لحظة عبقرية شون مايكلز يثبت تريبل اتش والحكم يعد 1 2 3 والاسطورة كسب. ايوه شون مايكلز كسب بعد غياب 4 سنين، بس للاسف الفرحة ما كملتش. تريبل اتش قام ومسك شون مايكلز وضرب شون مايكلز على ظهره، خلت كل الجمهور يسكت ويحس انه رجعت له الاصابة مرة تانية، كأنه بيقول له الحرب دي لسه ما خلصتش. الماتش ده كان مزيج من الدراما والاكشن، كان من اعظم الماتشات الدبليو في القرن ده. ولو ما شفتش الماتش ده فانت لازم تشوفه النهارده، حقيقي من احلى الماتشات اللي هتشوفها في تاريخ سامر سلام. سيم بانك وبروك ليزنر 2013. المباراة دي بدأت برتم عالي وشرس جدا من الوحش بروك ليزنر، وكانت مباراة من غير قوانين، بجد كان بيتغاشم على بانك بطريقة مش طبيعية. السوبلكس والاف 5 كانوا تسلية الماتش كده بالنسبة لبروك ليزنر. الماتش فضل مشي ناحية بروك ليزنر، ويعني بعض الحركات من بانك لحد ما بانك تعب وملقاش حل، قام عض بروك ليزنر من ودانه في مشهد ضحكني جدا بصراحة، اللي هو انت مش هتيجي غير بالعض وانت مسعور كده، يعني عامل فيك ايه يعني. وفعلا بعدها بانك قدر يسيطر واحدة واحدة على الماتش، طلعت العضة هي اللي فيها السر حرفيا. بس بجد يعني الماتش ده كان جامد جدا ويخليك تندمج فيه من الشراسة اللي فيه والقصة بتاعت العداوة اصلا. كمان النهاية كانت جامدة جدا، بول هيمن اتدخل في المباراة اكتر من مرة وبانك كان بيركز معاه لحد ما بروك ليزنر استغل ده وعمل F5 على الكرسي وفاز عشان تنتهي واحدة من احلى المباريات في تاريخ سامر سلام كله. هي بالنسبة لي رقم 2 النهاردة في الفيديو، لانها فعلا بالنسبة لي يعني احسن مباراة سامر سلام في التاريخ. طيب كان المفروض ان الفيديو يخلص لحد هنا، لكن سمر سلام 2025 محبش يسيب الفيديو خالص، عشان كده قدم لنا واحدة من افضل مباريات ريسل مانيا في التاريخ. عشان كده انا قررت احطها في رقم 1 مكرر، جون سينا وكودي رودز 2025. المباراة لسه حاصلة قريب، وبصراحة بعد اللي قدمه جون سينا في سمر سلام ده كان صعب عليا جدا ان انا ما احطوش في فيديو زي ده. هو استحق يكون في المكان ده اكتر من مرة، هو الجوت رغم سنه والكلام ده كله ما بيأثرش عليه. ممكن يأثر على بانك في السن، ممكن انه يأثر على الروك، لكن انه يأثر على السوبر سينا فده مستحيل. قدم لنا واحدة من مباريات الخيالية اللي ما شفناش منه من 2017 ويمكن اكتر كمان. مباراة تاريخية بكل معنى الكلمة، اخر مباراة لي في سمر سلام. قدم سينا وكودي رودز مباراة خيالية بمعنى الكلمة، تناغم ما بينهم كان اسطوري. بعد انتقادات اللي حصلت ما بين الماتش بتاع ريسلمانيا 41 حبوا ان هم يعوضوا الجمهور في سمر سلام بماتش مش هيتنسى ابدا في جولة سينا الاعتزالية. عشان كده انا ما قدرتش ان انا ما احطش المباراة دي في فيديو زي ده، وهتكون في رقم 1 مكررة. وكلمة اخيرة، ثانك يو سينا.
خلينا بقى نروح لمباراة احلى مباراة في تاريخ سمر سلام بالنسبة ليا وبالنسبة لناس كتير جدا طبعا، مباراة جون سينا وايجي ستايلز 2016. المباراة دي بالمعنى الحرفي كانت مباراة الخيال، هي بالنسبة لي احسن مباراة في تاريخ سمر سلام. كانت مباراة عظيمة جدا، الاداء فيها كان مش طبيعي بجد. السوبر اي بتاعت جون سينا والطريقة اللي كان فيها هاي فلاير في المباراة دي مش طبيعية بجد. ايجي ستايلز كان وقتها كمان بيتجهز عشان يكون بطل عالم في 2017 وجه الشركة القادم، عشان كده هو فاز في المباراة دي، فاز على جون سينا وجه الشركة عشان يكون جاهز انه يكون وجه الشركة. والعداوة ما بينهم كانت جامدة، بس الماتش ده كوم والعداوة لوحدها كوم تاني خالص. انت لو ما شفتش المباراة دي فبجد لازم تشوفها، مباراة للتاريخ. الحركات اللي ما بينهم كانت اسطوريه جدا، ما بين التناغم وكل ده كان عظيم قوي 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 بصراحه. كانوا مصرين انهم يطلعوا احسن مباراه في تاريخ سمر سلام، وفعلا نجحوا في ده. بالنسبه لي اللحظات اللي كانوا فيها بيفكوا العده كانت مستحيله، وعكس كل حركه بطريقه جامده جدا خلتني بعد ما شفت المباراه صعب جدا ان مباراه تانية تعجبني، عشان اتعودت على الاداء ده. فاي مباراه في سمر سلام مهما كانت جامده فهي طبعا هتكون في المركز الثاني، عشان ما فيش زي المباراة دي بجد. انصحك انك تشوفها في اسرع وقت ممكن، موجودة على اليوتيوب على قناة WWE. مباراة تاريخية بكل معنى الكلمة، لازم انت تشوف المباراة دي، لانك لو ما شفتهاش فانت ضيعت تاريخ سمر سلام اساسا يا عم. ودي كانت احسن مباراة في تاريخ سمر سلام بالنسبة لي، لانها كانت عظيمة بجد وما كانتش تتكرر مرة تانية ولا هتتكرر مرة تانية في تاريخ WWE. ممكن نشوف واحدة احلى منها لكن ده هيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي كانت التوب 10 معايا في قائمة النهارده من احلى الماتشات في تاريخ سمر سلام بالنسبه لي. فانزل انت كمان قول لي تحت في التعليقات ترتيبك، او اذا كان في مباراه انا ما قلتهاش في الفيديو ده تستحق انها تكون موجوده في الفيديو. وما تنساش اللايك والسبسكرايب، وبس كده زي ما بقول كل مره، احلى سلام.